انا بس جاي اقول لك كلمتين وكمل سكرول براحتك، انا مش هطول عليك خالص. عايز اقول لك ان انا وانا في الكليه سقطت 3 سنين، واقرب صحاب ليا اللي احنا طالعين مع بعض طول عمرنا اتخرجوا من غير ما يقعوا ولا سنه. عايز اقول لك ان انا بحبهم جدا، والله العظيم بحبهم جدا وبتمنى لهم الخير، وعمري ما حقدت على حد فيهم. بس انا كنت زعلان على نفسي، وبتمنى ان احنا نخلص كليه سوا، واللي احنا نبتدي نشتغل سوا وندور على كل حاجه سوا. ولان المشوار بيبقى اسهل بكتير لما بتكون بتدور مع الناس اللي انت بتحبها. قعدت اقول لنفسي ياه، لسه هستنى 3 سنين؟ يعني بعد ما اخلص كلية وابتدي ادور على شغل هبقى انا لسه فريش وهم خبرة، ومش بعيد كمان يكون حد فيهم هو اللي بيعمل لي الانترفيو. قعدت مع نفسي شوية وسألت نفسي سؤال: وانا في سباق مع اللي حواليا ولا السباق الحقيقي مع نفسي؟ اهم حاجة اللي انا كنت شغال عليها، اللي انا بحاول اطور من نفسي كل يوم، بحيث ان انا اقدر اجيبهم على الاقل لما ابتدي اتخرج تبقى المسافات قريبة. يمكن لعل وعسى في يوم من الايام الروس تتساوي. بعدنا عن بعضينا وكل واحد شاف حياته، وانا خلصت كلية وخدت اعفاء من الجيش، وجالي اول انترفيو ليا في الشغل. لقيت اقرب صاحب ليا كان داخل معايا الكلية بيقدم معايا على نفس الوظيفة. فابتديت اسأله: يا حبيب قلبي عامل ايه؟ انت ايه سبت شغلك القديم؟ قال لي: شغل ايه يا ابني؟ ده انا لسه مخلص جيش. ايه ده انت عملتها ازاي دي؟ قال لي: ده انا دخلت ضابط 3 سنين. وهنا كانت بالنسبة لي الصدمة كبيرة قوي. قلت يا سبحان الله، يعني أنا ال3 سنين اللي اتأخرتهم صحابي دخلوهم جيش، ضباط جيش 3 سنين، وهنقدم على نفس الشغل وهنبتدي نشتغل سوا كمان. يعني ال3 سنين اللي هم قضوها في الجيش وفي الصحراء وفي الغربة، أنا كنت قاعد فيهم بكامل حريتي وبروح باجي براحتي ومعليش أي ضغط من اللي عليهم. عاوز أقولك إن كل حاجة في حياتك تحت عنوان لعله خير. أنت يا ابني مش هتعرف أكتر من اللي خلقك عن نفسك. انت ما عليك غير بس السعي والايمان بربنا. اهم حاجه كل يوم لما تيجي تحط راسك على المخده تحس ان انت عملت اللي عليك، واللي انت حققت حاجه في يومك ضافت لك جديد في حياتك. اللي انا عايز اقوله لك اللي انت ابن ناس، يعني ما تطلعش تهزق نفسك على وسائل التواصل الاجتماعي زي ما احنا بنشوف اليومين دول، لان الفلوس دي اكيد مصدرها حرام او انت مش عارف مصدرها بيكون عبارة عن ايه. اهم حاجة اللي انت تحافظ على احترام نفسك قدام نفسك وقدام الناس، عشان على الاقل لو عرفت تجيب فلوس الناس اللي بتحبك تفضل حواليك وتفضل تحترمك. لان انت لو ما جبتش مصدر رزق حلال الناس هتبتدي تبعد عنك عشان ما يتلطوش ويبقوا زيك. اللي انا عايز اقوله لك يا ابني اللي انت ما تبطلش سعي وتفضل تنفخ في البالونه بتاعتك لحد ما هيجي عليها يوم من الايام وهتفرقع بالنجاح. وده هيرجع عليك بعائد كبير قوي وهتبقى مبسوط من التطورات اللي انت عملتها. وزي ما حكيت لك في قصتي، اللي انا كنت بفكر فيه كله كان عكس توقعاتي. والنتيجه النهائيه اللي انا لقيت نفسي شغال مع اصحابي كلنا زي بعض في نفس السكه، بس كل واحد ربنا رسم له طريق، بس في الاخر تلاقينا وكلنا بقينا زي بعض. في حاجه كمان انا نسيت